نبدأ بالبور وهو 75.5 ملم، والستروك 72 ملم. علشان نعرف ايه البور والستروك دول، تابع معانا واحنا هنفكك الموتور ده حتة حتة، وهنشرح كل جزئية فيه، كل مسمار فيه، كل خلوص في الموتور، وهنعرف كل مقاس ليه، وازاي نعمره، ازاي نغير وش السلندر، وازاي نغير جوان وش السلندر. ونيجي لاخر نقطة وهي الكومبريشن ريشيوز لكل موتور، وبتكون كالتالي: 8.8 تو 1 لأول موتور، 8.8 تو 1 لتاني موتور، 9.7 تو 1 لتالت موتور، 9.5 تو 1 لرابع موتور، وللأخير 10 تو 1 كومبريشن ريشيو. يا عم خلاص صدع تاني. ها كده خلصنا كلام عن المواتير. ما تقوليش ما خلصتش. تمام. تعالوا بقى نرجع للموتور ال يوه. 1300 الام بي اي او المالتي بوينت انجكشن. طب ليه هنرجع له؟ لان نظام الحقن الالكتروني اللي موجود فيه هو اللي استمر معانا